اسمع كده التحكيم المصري عمل ايه مع النادي الاهلي. بعتعجب كابتن عبد الواحد وكابتن وائل. يعني ده التحكيم الاهلي مع التحكيم الاجنبي والتحكيم المصري في الموسم الحالي. الاهلي مع الحكام المصريين لعب 21 ماتش في الدوري، اتحسب عليه ضربه جزاء واحده فقط في 21 مباراه. مع الحكام الاجانب لعب 4 ماتشات، اتحسب عليه 3 ضربات جزاء في 4 ماتشات فقط، يعني معدل ضربه في كل مباراه. تقصد ايه يا استاذ خالد؟ لا ما بقصدش حاجه، انا بجيب ارقام وما طب ليه ما قلتش يعني انت العكس؟ جايب الاحصائيه دي قدام لا وائل؟ ليه ما قلتش العكس؟ لا ليه ما قالش العكس؟ يعني ليه ما قلتش الحكام الاجانب حسبوا للنادي الاهلي ضربات جزاء قد ايه والحكام المصريين حسبوا 2 والمصريين حسبوا 6. عندك الاحصائيه؟ برهان؟ لا مش جايبها معايا، بس انا بقولها لك يعني هم 2. بس هي دي اللي يمكن ظاهره. وبعدين الحكام الاجانب حكموا ماتشات قد ايه والحكام المصريين بالظبط. ما هي ده ظروف المباراه يا جماعه. يا خالد يا حبيبي في حاجه اسمها. طب كام ماتش؟ معلش هات لنا 4 ماتشات حكام اجانب. هات لنا ايوه 4 ماتشات فقط. 4 ماتشات اتحسب فيهم 3 ضربات جزاء. ايوه يا حبيبي 4 ماتشات و21 ماتش اتحسب ضربه واحده. كام حكم؟ كام مباراه؟ 21 ماتش اتحسب ضربه واحده. فطبعا فرق شاسع في ده فرق كبير اللي جدا. انت بتقوله ده ضدك مش ليه. كمل خالد. ده بيقول لك في 4 ماتشات اتحسب 3 ضربات جزاء وفي 21 ماتش اتحسب ضربه جزاء. يعني لما بكل بساطه عمال يفهمك، يقول لك 4 ماتشات و3 ضربات جزاء و21 ماتش وضربه جزاء واحده، وانت مش عايز تقتنع، فحاجه غريبه.